الدلكة عفنت. تخيلوا كيف الدلكة خربت كده. اللي تلف كده شوفوا، تلف لفة وتوقف وترجع تاني تلف لفة وتوقف. مرة طفشني والله العظيم، مرة ما أحب الغسالة اللي كده. روتين الغرفة المهجورة. طبعا جدتي الله يحفظها ويطول في عمرها ويخليها لنا، كانت قاعدة عندنا دحين حوالي تقريبا 10 أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير، طمنوني عليكم. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب العالمين. يسعد مساءكم أو نهاركم بكل خير حسب توقيت محلكم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيفكم؟ اليوم إن شاء الله بإذن الله حسوي سليق. طبعا أنا في البيت. الخميس هذا الروتين، يوم الخميس أو يوم الجمعة تقريبا، أيوة، لأن الخميس أنا جيت متأخر البيت، رحت بيت خالتي الله يرحمها، جلست معاهم لحد الساعة 11 أو 12 كده، وجيت البيت عند البنات وجلست مع خالتي وجدتي، واليوم كله سواليف وكده. واليوم الثاني يوم الخميس أصبحنا وأصبح الملك لله. كان صديقة بنتي صديقتها نايمة عندنا، فحبيت إني أسوي لهم سليق غدا. صح إن الدجاجة كانت صغيرة ووحدة، لكن يلا على قد إيش نسوي، ما قدرت أخذ دجاجتين صراحة. فبس الحمد لله كفانا وأكلنا وعلينا بالعافية وصحتين وهنا. طبعا هذه هي طريقة السليق، مو أول مرة أسويها. أولا حاجة تحمري البصل وتضيفي الدجاج تشوحيها مع بعض، بعد كده تضيفي الموية والبهارات. المفروض إن ما تنحط بهارات يكون فيها لون، يكون بهارات فلفل أسود، بس إيش يكون أبيض، فلفل أبيض، تمام، وملح وبس فقط، ثوم وبصل. بعد كده هنا ضفت الزيت والسمن. هذه الكشنة راح أضيفها في الوش على السليق. طلعت لذيذة لذيذة رهيبة بمعنى الكلمة، مرة عجبهم. اخترعت الكشنة هذه وحطيتها في الوش ومرة كانت لذيذة. حمرت البصل وضفت فوقها فلفل رومي وضفت فوقها ملعقة من معجون الطماطم، ونشوحهم مع بعض، وملعقة من بهارات المشكلة، ونص مكعب من الماجي، ورشة من الملح وشوية موية. تسبك معانا البصل وتستوي، وصحتين وهنا. بس هذه هي الطريقة، طريقة سهلة جدا. وهنا في النار طبعا حطيت الكشن برضو طماطم مطبوخة، يحبوا ياكلها في السليق برضو. الطماطم خلطتها عند الجيران، وبعد كده ضفت فوقها معجون طماطم، وهنا قدحة الثوم، وضفت فوقها شوية من الخل، ونتركها في نار شوية تتسبك برضو. وهذه هي طريقة الكشنة. ممكن ما تضيفي ثوم لو انت ما انت حابة، بس تدي نكهة حلوة. وهنا الرز استوى معانا، وضفنا كمية حليب، تمام، دوبتها شوية مع موية، وجيت ضفتها فوق الرز ونقلبها تماما. وبعد كده ضفت برضو شوية موية لأن حسيتها مرة ثقيلة، ونتركها على نار هادئة تستوي. أصلا هي مستوية بس لازم نخليها شوية تتسبك يعني بعد ما نضيف الحليب. وهنا طبعا حغرف الغداء، غرفت الكشنة وحمرت الدجاج، قطعتها على 8 قطع تقريبا، حمرتهم على الزيت، تمام. وبس راح أعمل برضو خلطنا الشطة، فلفل أخضر وطماطم وثوم، خلطناها وكانت لذيذة برضو. وبس هذا هو الحاجات اللي سويتها. ويلا راح نغرف مع بعض الغداء. هذا خلود، قلت لها روح شيلي الشطة، سويت لكم لايك واشتراك يا بنات، قالت لكم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك، تمام. الله يسعدكم حبايبي، واتمنى اللي يشترك في القناة يفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. واتمنى اذا الفيديو عجبكم شيروا الفيديو حتى يصل الأكبر عدد. وحب برضو أشكر كل مشترك جديد وكل مشترك قديم في قناتي. يا ميت مرحبا وميت أهلا وسهلا فيكم، نورتوني وشرفتوني، وإن شاء الله دايما متلمين ومتحابين، وبإذن الله فيديوهاتي ينال إعجابكم ورضاكم حبايبي.
وهنا غرفت الرز. طبعا والله حتى يعني من كتر ما صراحة الرز حلو، يعني عادي تتاكل من غير كمان حتى من غير حتى الدجاج. صراحة أنا عن نفسي أغلبه أكلته من غير دجاج. غرفنا لهم الرز وكمية الدجاج الأكثر لهم هما. وشوفوا يا بنات الكشنة تقدر تزينيه، بصراحة مرة طلعت لذيذة، رهيبة رهيبة رهيبة. والبنت تخيلوا حتى نحن ما ندري هي تاكل سليك أو ما تاكل. بعد ما سويت الأكل جالسة تاكل. بنتي قالت لي على فكرة هي قالت ما أكل سليق. أنا قلت لها دوقي سليق أمي حيعجبك، أنا متأكدة. وأكلت وعجبها ما شاء الله. بس سبحان الله الواحد لما يجي ضيف ولا كده مرة صعب إنه مثلا يسوي أكله وهو ما ياكلها، وأنت ما تدري هو أصلا إيش ياكل إيش ما ياكل، وصعبة إنك تسألي. وتغدينا وعلينا بالعافية. وهنا حبيت أسوي الكيك. تمام. طبعا حسوي كيكة الحليب. شفت الوصفة عند مسك وعجبتني. مو اني شفتها بس حتى ذقتها صراحة، يعني صراحة مرة كانت لذيذة. وحبيت انه اليوم اشارك هذا الوصفة لبناتي واشاركها لكم. ضفت 3 بيضات وملعقة من الفانيليا ونص كاسة من السكر، السكر حسب الرغبة. وضفت ملعقة من الخل. تمام. وراح نخفقها مع بعض، وحضيف برضو ربع كاسة من الزيت، وبعد كده كاسة من الحليب. هذه هي مكوناتها. وبعد كده حضيف الدقيق تدريجيا، تقريبا ياخد كاسة ونص أو كاستين بالكثير. وملعقة من الباكنج بودر. ما بس حبايبي هذه هي وصفتنا للكيك. وراح ندخلها الفرن بعد ما نضيفها فوق صينية الفرن، ونتركها على حرارة وسط. من تحت فقط. طبعا بعد ما تستوي ممكن تولي عليها من فوق لحد ما تتحمر. روتين الغرفة جربوها بإذن المهجورة. الله راح تعجبكم. طبعا جدتي الله يحفظها ويطول في عمرها ويخليها لنا كانت قاعدة عندنا دحين حوالي تقريبا 10 أيام في غرفة بناتي هنا. وطبعا والبنات كانوا يناموا في غرفة أختي الثانية. تمام. لأنه كيف المجلس برضو خربان حاليا. هم راحوا اليوم. تمام. طبعا الغرفة مرة مبهدلة مبهدلة بمعنى الكلمة. ما شاء الله تبارك الله. انتوا عارفين كبار السن مرة يناموا كثير. جدتي كانت يعني مرة تنام كثير، وما عندنا فرصة انه ادخل انظف الغرفة وارتب وكده. لكن حاليا حابة اغير الملايات وارتب الغرفة كلها بإذن الله. حبينا نخليهم على راحتهم، والحمام وانتو بكرامة أصلا في نفس الغرفة، لأن جدتي ما تقدر تروح لو كان الحمام مسافتها بعيدة وكده. فعشان كده البنات دايما يخلوا لها غرفتهم، عشان البيت فيه له 3 حمامات وانتو بكرامة، لكن الاثنين كلها عادية بلدية، والوحدة هي بس اللي فرنجي. عرفتوا فهمتوا علي؟ فعشان كده نخليهم ياخذوا راحتهم في الغرفة وما نزعجهم. وهي كمان ما تحب المكيف. عرفتوا؟ وأمي ما تحب المكيف برضو، عشان عندها الغضروف وعندها الركب توجعها وكده. فكلهم يناموا في الغرفة اللي ما فيها مكيف. وبس بعد ما راحوا دخلت ونظفت الغرفة وغيرت الملايات كلها. هذه الملايات كنا مفصلينها بس لي فترة ما فرشتها، قلت خلينا أغير المرة هذه الملايات هذه. انتوا عارفين اصلا كان عندنا سريرين، الملايات كانت ملايتين، والوحدة كانت ستارة. قلت انا طالما موجود ستارة ولايق معها اصلا، راح الستارة نفسها راح اخليها ملاية، والملايتين فرشتها في السراير، والستارة خليتها مراية. ايش رايكم؟ وبس حبايبي، وشكرا للناس اللي دخلت سألت عليا. في كذا واحدة دخلت سألت علي انه لي فترة مختفية بكذا، وواحدة قالت كنت أبغى أدخل أسأل مسك عنك. الله يسعدكم يا رب، الله يسأل عنكم الخير، والله كلكم فيكم الخير. والحمد لله ما عمري ما جاني منكم إلا الكلام الطيب والتشجيع. الله يسعدكم ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء.
يا رب العالمين. وهنا طبعا بعد ما انتهت الفرشة هذه يا بنات، ما أنصح أي وحدة منكم تاخد فرشة النانو. فرشة النانو هذه الأيام طايحين فيها، وكثيرين يعرضوها يعني ب35 ب40 ب50 بدي الأسعار، ومرات توصل ل80 ريال. لكن للأسف يا بنات مرة تتوسخ بسرعة، مرة تتوسخ بسرعة. يعني نفرشها اليوم التاني حتى لو ما توسخت تلقي لونها صارت باهتة، ولونها صارت مرة مو حلو، كأنك لك فترة مفرشاها وما تغسليها. يعني يبغالك لو انت بتستمري في الفرشة هذه على طول، انك انت جالسة فيها 24 ساعة مثلا، افضل الفرشات هذه صراحة. الفرشات هذه انا افضلها، ممكن تدخل الغسالة تتغسل كذا. لكن سجاد النانو هذا انا مرة ما عجبتني. بنت خالتي عندها منه، لكن هي تقول إنه كل أسبوع تدخلها غسالتها كبيرة. نحن غسالتنا صغيرة وما تدخل في الغسالة، ومرة تعبنا وكده. عرفت لو عندكم غسالة اوتوماتيك تنشف ومساحتها كبيرة ممكن تاخدوها، لكن صراحة ما أيد، مرة تتوسخ بسرعة ولونها تبهت. لما تستخدميها في الأوائل تكون لونها مرة جميلة. وهنا يا بنات انتهيت من تنظيف، وهذه الزين اللي حاطينها كانت هدية من خالتي الله يرحمها لأمي. طبعا مستحيل راح نفرط فيها، وأمي مرة عجبها وقالت مرة ما راح أفرط فيها، أخليها ذكرى لأختي. أنا كنت حطها كده بس هنا من عارفة فين أحطها، لكن بإذن الله لو جبنا مدخل هنخليها برا طبعا. وبكده انتهيت روتين تنظيف المطبخ، أقصد الغرفة، وراح نرجع للمطبخ. طبعا هنا يا بنات حسوي الصوص اللي يتسقي فيها الكيك، عبارة عن حليب عادي سائل، بس أنا سويت حليب بودرة لأنه كان معي حليب بودرة، وضفت أقل من يعني 1 إلا ربع من حليب اللونة. برضو حليب النستل حطيت كمية كبيرة، خليت زي الربع فوقها عشان أضيفها في الخلطة اللي راح نحطها في الوش. طبعا يا بنات أنا نسيت إنه ما معي خلاط، تخيلوا. قمت المفروض إنه جبنة كيري والحليب المكثف حاط في الوش، فما عرفت ايش اسوي. قمت قلبتها بيدي، يعني ما كان معي مضربة صغيرة برضو، المضرب اللي عندنا كبيرة مرة، وبس سويتها بالمضرب الصغير. تمام. وحطيتها في الوش، طلعت حلوة والله ما بانت، هي ذابت شوية، بس لو كان حطيتها في حمام ماء بخاري كده ممكن كان ذابت أكتر، بس أنا صراحة ما جاء في بالي وكده عرفته. وبس حبايبي هنا الحليب اتشرب، هو كان أول شربة الحليب كلها، بس صراحة ضفت فوقها حليب ثاني. وهذه هي الخلطة، وراح ندخلها طبعا يا الثلاجة. بنات أمس سويت كمية غسيل، ربي بس هو عالم فيها. هشيل الغسيل اليوم، وعندي غسيل ثاني برضو حاطاها في الغسالة. طبعا أنا مرة ما أحب اللي تلف كده، شوفوا تلف لفة وتوقف، وترجع تاني تلف لفة وتوقف، مرة طفشني والله العظيم. مرة ما أحب الغسالة اللي كده، لكن يلا الله يعين. والله تحت النشافة اتكسرت، وتخيلوا ما ينشف ولا ما تنكسر إلا نحط يدنا عليها كده. تخيلوا كده نشف الملابس، ماسكين لحد ما الملابس ينشف. يعني يا بنات أمس أنا مرة كنت مشغولة، ما مداني أصور لكم. المجلس طلعناه برا الصالة، ودحين أطبق معاكم الملابس والعباية. وعندنا مكيف المجلس أصلا خربان، راح نصلحها واحتمال نحطها هنا، ويصير معيشتنا كلها هنا إن شاء الله. وراح أجيب فرشة صغيرة، لأن الفرشة الأولى اللي كان جبناها ما راح تكفي الصالة بعد كده. وربك يسهل الأمور إن شاء الله. وبس حبايبي زي ما قلت لكم طلعنا المجلس برا، يصير إن شاء الله، بس أحاول إن أجيب مفارش وحاجات عشان أغطيهم عشان لا تتوسخ، طبعا لأنه أنا راح أطبق ملابس احتمال أمي حيكون فقط، أغلب الجلسة هنا وملابس برا. البنات هم يطبقوا ملابسهم، ما لي دخل فيه. بس أنا أصلا أمس غسلت لهم، حتى المفروض إني ما أغسل لهم. سويت لي كاسة حليب أنا وزوجي المستقبلي، حتى نشيبه سويا. استغفر الله. سويت الكيك اللي أمس مرة حلوة طلعت، كيكة الحليب. أخذت الوصفة من مسك،
بس إيش كنت بقول، نسيت إن الخلاطة خربانة. وال... والجبنة الكيري والحليب المكثف اللي ينحط الطبقة اللي من فوق، تخيلوا دوبتها بيدي بالملعقة وما ذابت زي الناس. وهنا طبعا أصبحنا يوم الأحد. طلعت لي كاسة، سويت لي كاسة حليب وكيك وأكلت، وجالسة أطبق ملابس أمي. مو بس هذا الملابس، طبقت كمية ثانية بس صراحة دخلتها الدولاب، وهذا باقي الكمية. تمام. وقلت للبنات تاني أي وحدة تغسل تاخد ملابس أمي معاها، عشان إيش ما يكثر الملابس وكده. وهي خلاص، صراحة رجلها مرة يوجعها وكده، ما تقدر توقف عليه كثير وتشتغل، مع إنه فوق هذا كله ما تحب تجلس، تحب الحركة كثير وتحب تتحرك وكده. يلا الله يحفظها ويخليها لنا ويطول بعمرها يا رب. الدلك عفنت. تخيلوا كيف الدلقة خربت كده. معناته اللي سواه ما خلاه يستوي زي الناس، صح يا بنات؟ ولا المفروض انه ما يعفن كده؟ تخيلوا عفن لما مسك عليه عفن بدرجة، شوفوا بالله بياضه. مبالغة، اقسم بالله مبالغة. انا اول لما شفته ما توقعت انه هذا الدلكة. سبحان الله. معناته ما اخذ كفايته في السوى في النار. ايوه، لان هو اصلا دقيق وكده، فعشان كده عفن. وهنا ودانا أختي، سافرت مع زوجها. الله يسعدها ويهنيها يا رب العالمين. هذا كان حاجاتها، شنطتها وكذا. وربي يحفظها ويسهل أمرها ويسهل طريقها ويسعدها دنيا وآخرة يا رب العالمين. وبعد كذا يا بنات، بعد الغدا وبعد الغسيل وكل حاجة، روقنا وحطينا الحلا وحطينا الكيك وجلسنا نحلي. وكانت لذيذة وجمعة حلوة، قعدة الأهل وقعدة بناتي.